السلام عليكم ورحمة الله. شحال من بنت دابا كتشوف هاد الفيديو، سهرات الليالي، دوزات تمارا في المواصلات، وفي الأخير لقات راسها جالسة بين ربعة الحيوط وفقدات الشغف بكلشي. اليوم غتشارك معنا صاحبة القصة تجربتها المؤثرة. أنا فاتحة، قبل ما نبداو القصة واحد كاس أتاي ولا قهوة وعيشوا معايا القصة ديال حنان. كتعاود لينا صاحبة القصة وكتقول: سميتي حنان، وكبرت في أسرة على قد الحال في واحد الحي شعبي. الوالد ديالي مسكين، كان كيخدم بالنهار، نهار كاين الرزق وعشرة لا، ولمي ما ربت بيت. ملي كنت صغيرة وانا كنشوف تمارا اللي كيدوزو والديا على قبل باش نقرا وباش نوصل لشي حاجة اللي ما داروهاش هما، كنت كنقول لراسي انا هي الامل ديالهم، غنقرا وغنتقاتل باش نهزهم. دخلت لافاك، درت شعبة الدراسات الإنجليزية، تما بدات رحلة الكفاح الحقيقية. كنت كنوض مع الخمسة د الصباح، كنت تمشى كيلومترات في البرد والشتا باش نركب في الطوبيس عامر حتى ما كنلقاش فين نتنفس. شحال من نهار دوزت فيه المحاضرات وانا جيعانة، ولكن كنت كنصبر راسي وكنقول هاد التمارة كاملة غتسالي نهار ناخد الشهادة ونخدم ونريح والديا. كان عندي واحد الحلم بسيط، انني نكمل قرايتي ونخدم خدمة اللي تهزني انا ووالديا، ويكون مفتخرين بيا ونعوضهم على كاع ديك التمارين اللي ضربوا على قبلي. دوزت 3 سنين ديال الجهاد وجاب الله التيسير وتخرجت وخديت الاجازه ديالي بميزه حسن. فرحت بزاف وفرحات معايا ميمتي الله يحفظها ليا والوالد ديالي، ولكن يا فرحه ما كملات. هاد الفرحه دازت دغيا وصدمتني الحقيقه المره. بدات رحله الكفاح، رحله البحث عن عمل. كان كيسحاب لي اون فوا ناخد الاجازه ديالي غنلقى خدمه في اول محاوله، ولكن دفعت السيفيات ودفعت كندفع في كل قنت. دفعت لمباريات التعليم، المدارس الخاصة، الشركات اللي في مدينتي وحتى الشركات في المدن الأخرى. كنت كندفع لأي خدمة كنلقاها، ولكن والو، إما كيقولوا لي ما عندكش الخبرة، ولا كيعطيوني صالير اللي قليل بزاف اللي ما كيكفيش حتى الثمن ديال الطوبيس اللي غيديني الخدمة. دازو أيام، شهور، داز عام، عامين، لقيت راسي جالسة بين 4 الحيوط. كل نهار كيدوز انا كيتزاد عندي الاكتئاب والهم. كنحس راسي عندي بزاف الاهداف وعندي بزاف خاصني نديرو، لكن ما لقيتش ليه جهد. الامل ديالي في الخدمه بدا كيتلاشى نهار مورا نهار. هاد الجلسه خلاتني ندخل في اكتئاب حاد. الشغف اللي كان عندي كله مات. ما بقيتش كنحمل نشوف الكتوبه، وليت كنحس براسي عالة على والديا اللي وليت كنشوف فيهم هازين ليا الهم، وزدت تقلت عليهم كتر وكتر. والديا اللي اصلا هما اللي محتاجين ليا نعاونهم، فاش كنشوفهم كيجيو عندي كيسولوني مالكي، وهما اللي كيحاولوا انهم يصبروني. شحال من ليله كنت كنسد عليا في بيتي وكنبقى نبكي ونبكي ونبكي ونقول لاش قريت وسهرت. كون غير جلست من الاول كاع ما ندوز هاد العذاب كامل وكاع ما نعذب معايا والديا. كانت عندي واحد المسؤوليه اللي كبيره بزاف، كان واحد الحمل اللي ثقيل عليا بزاف. نهار مورا نهار، نهار مورا نهار كنشوف راسي غير كنضيع وقتي. خرجوا عليا حتى المقارنات. كنت كنشوف الناس اللي انا كبر منهم، جاو من مورايا، تخرجوا وخدموا وبدلوا الحاله ديالهم، انا باقا في بلاصتي. ما كنتش كنبغي نتلاقى مع الناس، ما كنتش كنبغي نمشي عند العائله. كلشي كيسولك واش باقا جالسه في الدار، كلشي كيفكرك بالهم اللي اصلا عندكم يسحب ليكم باللي اللي قاريه ولا اللي قاري وجالس في الدار حيت ما لقاش خدمه راه مرتاح. هذا كيكون اكبر عذاب، حيت كتشوف راسك ما عندك جهد، عندك الدبلوم، عندك الكفاءة، ولكن ما لقيتيش خدمة. واخا كتعيا ما تقلب وتقلب وتقلب، وعندك لي شارج، عندك بزاف وانت محتاج لهاد الخدمة ولكن ما لقيتيهاش. كاين اللي كيشوفك على برا كيقول لك وراك مرتاح غير في الدار، ولكن داك الهم اللي كيكون داخل راسك اللي حتى واحد ما كيشوفه من غيرك هو اللي كيبقى يعذبك وكياكل فيك كل نهار. هو اللي كيبقى يرجعك اللور، هو اللي كيخليك ما تحس بحتى حاجه، ما تحسش بديك الراحه اللي جالسه في الدار. انا كنت في ديك الحاله. الايام كيدوزو والهم كنحس به كيتزاد وكيتزاد. واحد الليله حسيت بقلبي غيتفرقع من الضيق والخنقه اللي كنت حاسه بها. نضت، توضيت وصليت وفوق السجاده
بقيت كنبكي وكنبكي وكنبكي، بكيت بزاف من أعماق قلبي، ودعيت الله وقلت: يا ربي، أنا فقدت الشغف وما بقى عندي جهد، يا ربي افتح لي شي باب د الخير نفرح بيه والديا وعوضني على هاد الصبر كامل. كانت ديك الساعة رمضان، كنت كل نهار قبل ما يأذن كنهز السجادة ديالي وكندعي وندعي وندعي ونبكي. كنت كنسد عليه في بيتي وكنبقى ندعي وندعي وندعي بزاف د الوقت، ولكن باقا عاقلة على هاد الليلة بالضبط. هاد الليلة كنت كندعي وكنحس بأنني صافي، بأن الدعاء ديالي غيتستجب. حسيت بها، ما عرفتش علاش، ولكن حسيت بواحد الإحساس ديال الراحة. وفي الصباح صيفطات ليا صاحبتي واحد الإعلان في الفيسبوك، واحد السيدة كتقلب على بنت تكون قارية وضابطة لونجلي باش تقابل ليها بنتها الصغيرة اللي كان عندها واحد التوحد خفيف وتراجع معها الدروس في الدار. في الأول جاني الكبرياء، قلت مع راسي أنا واخدة إجازة، تعذبت وتقاتلت، إجازة ما كانتش سهلة باش ناخدها، وفي الآخر نمشي نخدم مربية ديال الدراري. ما كنتش حاقرة المهنة ديال المربية، ولكن كنت كنقول أنا ماشي أنا المستوى ديالي ماشي هو هذا المستوى. كنت كنطمح لشي حاجة اللي كبر من هذا الشيء. ولكن فاش شفت الوالد صحته غادا وكترجع اللور ومحتاج الدواء، والوالدة حتى هي عندهم امل فيا، قلت معليش، قلت انا غنمشي، هذا رزق سوقوا لي الله، حسن من والو، وغندير السبب وان شاء الله الكمال على الله. مشيت لداك الدار اللي كان في واحد الحي اللي راقي ديال الناس اللي لاباس عليهم. تلاقيت مع الام ديال البنت المريضه، كانت واحد المراه اللي ظريفه وعادي، هضرات معايا بكل احترام وتفاهمنا على الخدمه وبديت الخدمه. تلاقيت مع البنت الصغيره اللي كان عندها مسكينه واحد التوحد، ولكن حسيت بها بنت بريئه جدا، كانت ظريفه وما عذبتنيش الصراحه. بقيت كنعلمها لونجلي بالطرق اللي تفهمهم، وبقيت معاها شويه بشويه كنوصل ليها المعلومه، والبنت عجبها الحال بزاف وتعلقت بيا بزاف، وحتى انا تعلقت بها بزاف. وليت كنحس فاش نمشي للخدمه كنحس بواحد الفرح شويه، ماشي بحال في الاول كنت حاقره الخدمه، ولكن من موراها فاش تلاقيت مع هاد الناس وتلاقيت مع البنت ولا عندي واحد الهدف صغير انني خصني نعاون هاد البنت. انا مادام ربي حطني في طريقها الا وخصني انني نكون نعطيها واحد لا فالور اجوتي. المهم دازو ليام، بقيت مع البنت كتعلم شويه بشويه، تطورات، بان عليها التعلم، علمتها اللغه الانجليزيه ولات كتقدر تواصل بها، تغيرات التصرفات ديالها كذلك الافضل، وهذا الشيء لاحظوه والديها بجوج. واحد النهار الام ديال البنت اللي كانت سميتها نسرين الحبيبه اللي كانت عزيزه عليا بزاف، رجعت الام ديالها بكري للدار وجلست، وديك الساعه كنت يلاه ساليت الحصه ديالي مع نسرين. بقيت معاها شويه كتلعب، وجلست معايا الام ديالها مدام نوال، جلسات كتهضر معايا. وهنا تفاجأت بزاف فاش عرفت بلي عندي إجازة في لونجلي وعندي ومتمكنة من الإنجليزية بزاف والكمبيوتر. شفت فيا وقالت لي واحد الهضرة اللي باقا عاقلة عليها لحد الآن. قالت لي حنان، أنا هادي شهر وأنا كنقلب على أسيستانت، وانتي كنتي غير حدايا، كنت باغا بنت تكون ثقة صبورة وكتفهم لونجلي مزيان باش تواصل مع الكليون ديالي اللي على برا. أنا شفتك وشفت المعاملة ديالك مع بنتي وشفت الأمانة ديالك، وبان ليا بلي هاد المنصب يقدر يكون ليك ومناسب ليك اكثر من اي وحده اخرى. الا بغيتي غدا دوزي عندي الخدمه ونشرح لك، ولا عجبك الحال ان شاء الله نتفاهموا. فاش سمعتها بقيت غير كنشوف فيها والدموع كيتجمعوا ليا في عينيا. واخيرا ربي استجب لي، واخيرا غنخدم ومع الناس اللي ديجا خدمت معاهم وعارفاهم بثقه، وما غاديش يخيبني معاهم سيدي ربي. يقدر تبان لكم الفرحة ديالي الخدمة ديال الاسيستونت مبالغ فيها، ولكن ديك الساعة والظروف اللي كنت فيها كنت كنشوف ديك الخدمة امل جديد، كنت كنشوفها بداية جديدة، غنولي خدامة في شركة، غنولي مرسمة،
غنولي ناخد صالير كتر. واحد الصالير اللي فرحني بزاف. جلست ديك الساعة مع مدام نوال، عاودت ليها على الظروف ديالي كاملين، تعاطفات معايا بزاف واقترحت عليا واحد الصالير اللي كان جدا مناسب. كنت عارفة ان داك الصالير ماشي هو صالير ديال اسيستونت، يلاه بادية. كنت عارفاها باغا غير تموتيفيني باش نخدم، وصراحة الفضل ديال مدام نوال عليا كبير بزاف. ما لقيت غير متى نخرج من الدار، جلست فواحد البلاصة وبقيت كنحمد الله وكنشكرو وكنبكي من اعماق قلبي، وكنقول يا ربي تيسر ليا وتكمل عليا بخير وعلى خير. سجدت واحد سجدة شكر طويلة جدا، حمدت فيها الله بزاف وحسيت بأن واحد الشابيتر جديد غيبدا في حياتي. حسيت ديك الساعة بلي رجع ليا الشغف ورجع ليا من جديد، قدرت ننعس من الفرحة. وصل الغد ليه، لبست احسن ما عندي ومشيت للعنوان اللي صيفطاتو ليا. اين فوصلت لقيتها المديرة شخصيا كترحب بيا، حسيت بواحد الفخر. دخلت لقيت البنات تما، تفاهمت معاهم، علموني الخدمة وكل شيء وبديت الخدمة. ما كانش صعيب عليا حيت كان عندي ديجا لونجلي، تعلمت غير الاساسيات ديال الخدمة وصافي. كانت اول تواصل ليا مع الكليون عجبها بزاف، وكانت حتى الكليون راضي على الخدمة اللي على التواصل ديالي وعلى الخدمة اللي قدمت ليه. دازو ليام وخديت اول صالير شديت ومشيت كنجري عند الوالد، شريت ليه الدواء اللي كان خاصو ومشيت خلصت شويه من الكريديات اللي كانوا تابعيننا، ودرت في مفاجاه للميمه ديالي وصافي. من تما بديت الخدمه. الحمد لله تيسرت لي الامور بزاف. واليوم اللي كنهضر معاكم هاني كنوجد ورقيه باش نمشي نخدم في امريكا. الحلم اللي كان ما عمري حتى تجرأت انني نحلم به. كانت تيسرت لي الامور بواحد الطريقه اللي سبحان الله سبحان الله والله. الحمد لله. داك النهار ديك الليله داك قيام الليل هو اللي حسيت به غير لي حياتي للافضل. الحمد لله. دابا اليوم اللي كندوي معكم راني كنوجد ورقيه باش نمشي نخدم في الفرع اللي كاين في امريكا اللي عاد تحل جديد، وان شاء الله دعيو معايا بالتيسير والله يوفقني. كنحس بواحد المسؤوليه صعيبه بزاف حيت غنبدا في واحد البلاد اللي بعيده، ولكن الحمد لله في هاد المدة اللي خدمت قدرت أنني نتبدل بزاف، تبدلات الشخصية ديالي وليت كنحس براسي قوية في الشخصية، وليت حققت واحد النجاحات اللي عطاوني واحد الثقة بالنفس. والحمد لله من ناحية والديا تهليت فيهم كتار. قدرنا نديرو إصلاحات في دارنا، قدرنا نبدلو الآثاث، قدرنا نديرو بزاف ديال التغييرات. الحمد لله والشكر لله رب العالمين. صراحة مدام نوال ما عمري ننسى ليها خيرها، وباقي عندي تواصل مع نسرين الصغيرة اللي دابا كبرات وتعلمات لونجلي وقدرت انها شوية ما بقاش كيبان فيها داك التوحد فحال الاول. قدرت انها تنخرط مع الدراري وتعلم وتهضر بكل اريحية. والحمد لله قدرت انني نجمع شوية الصريف ودرت مفاجأة لوالديا، صيفطهم العمرة بجوج. هما دابا فرحانين في هاد الوقت اللي كندوي معاكم. والديا عاد رجعوا من العمرة وراهم فرحانين بزاف، كنحمد الله وكنشكرو فاش كنشوف هادشي كامل اللي دزت منه وهاد العذاب، وفي الاخر هاد الفرحة اللي وصلنا ليها كنحمد الله وكنشكرو. كنعرف بلي ان الله ما عمرو غيتخلى عليك. الحمد لله. هذه كانت القصة ديالي، ورسالة لكل بنت جالسة في الدار دابا فقدات الشغف. ربي نهار كيسد عليك باب راه كيكون كيوجدك لشي باب كبار اللي غيخرجك من الضيق للاتساع ان شاء الله. غير ديري النية والفرصة اللي جات قولي بسم الله، ديري السبب وكوني اكيدة بلي ربي غيجبر بخاطرك ان شاء الله. هذه كانت القصة ديال حنان. كنشكرك بزاف على البارطاج ديال القصة ديالك، وهذه رسالة لكل بنت. كما قلتي ما خصش الانسان يفقد الشغف، لان ربي كبير وحنا في هاد الدنيا راه كاين امتحانات، كاينين دي وي دي با. خاصنا غير ما نفقدوش الامل وما نفقدوش الثقة ونستغلوا اي فرصة جاتنا.
وربي راه une fois كدير السبب ربي كيكمّل عليك بخير وعلى خير، إن شاء الله. إلا كانت عندكم شي قصة أو شي فكرة أو أي حاجة بغيتو تبارطاجيوها ما تنساوش تواصلوا معايا. شكرًا، وإلى الحلقة المقبلة إن شاء الله.